من مكتبة مصر الحديثة بالدقي، ومهرجان فتافيت السكر بعنوان مرحب شهر الصوم. الأستاذة هدى والأستاذ أحمد منظمين هذا المهرجان الجميل. معانا النهارده الشاعرة الجميلة الابنة يارا مجدي الدمرداش. أهلا وسهلا بك. منين يا يارا؟ محافظة البحيرة. يا وجاي من محافظة البحيرة هنا القاهرة؟ يا مشوار عليك جامد جدا جدا. أنا صراحة سمعت الشعر بتاعها جوه التركي جوه عجبني جدا، وقلت ما ينفعش افوت الفرصة ديت ولازم أعمل معاها لقاء لجريدة بوابة عاجل مصر وراديو صوت الجيل. ممكن تلقي لنا القصيدة ديت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشاعرة يارا مجدي فؤاد الدمرداش محافظة البحيرة، وسألقي قصيدة بعنوان شهر الصيام للشاعر الكبير والقدير أستاذي أحمد مرسي. والصوم لله إن الصوم ذكر لعبد رام خاتمة الجنان، وها قد صمت طوعا وامتثالين لرب الكون وهاب الأماني. تقبل صومنا واغفر ذنوبا إله المن والسبع المثاني. أصلي فالصلاة بها نجاتي، ضياء الله نور في الجبين. وأنفق إنما الإنفاق سر لستر الله من غدر السنين. زكاة المرء للإنسان طهر، زكاة المرء للإنسان طهر نقي النبض في حبل الوتين. الصوم فللصيام نداء بر بألوان المكارم يعتريني. وفي الإسراء والمعراج كانت صلاتك للعبادة مبتداها، وتسعا صمتها رمضان فيها تعلم من مكارم مصطفاها. وقمت الليل مشتاقا وصولا لعل الروح تبلغ مشتهاها. فيا حب النبي أقم صلاة وصم فالنفس تشبه من دعاها. سعيت إليه أشعل ماء وجهي فكان من المباهج ما سعالي. وفي رمضان أملأ صوم يومي بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم من الخصال. وللمسكين أبذل ماء وجهي زكاة زانها عطر الجمال. أصوم أقوم أوقد من زكاتي سراج النور من زيت الحلال. صلاة الله للمختار عقد، صلاة الله للمختار عقد وضيء حرفه غض اللآلي. الله عليك الله عليك ما شاء الله، يعني بارعة في الأداء، بارعة في الكلمات بتاعت الأستاذ أحمد. أداء رائع جدا جدا ومتميز. يعني إن شاء الله يبقى لنا لقاء معاكي خاص في راديو صوت الجيل الأسبوع الجاي إن شاء الله، يوم السبت الجاي قبل يوم الجمعة قبل رمضان بيوم بالظبط إن شاء الله. شكرا يا حبيبي، شكرا. كان معكم دكتور مجدي الناظر، جريدة بوابة عاجل مصر وراديو صوت الجيل. شكرا.